إلا عبد الله. وذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الموت حق، وأن القبر حق، وأن نعيمه حق، وأن عذابه حق، وأن سؤال منكر ونكير فيه حق، وأن البعث حق، وأن الحساب حق، وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق، وأن الله يبعث من في القبور. الآن قد صرت في أسباط الثراء وبين عساكر الموتى، فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يبصئاك ولا يرهباك، فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. فإذا سألاك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك، فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح: الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إيماني والمسلمون والمؤمنون إخواني، وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعثون إن شاء الله من الآمنين. ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت. يثبت الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس